الحمد لله. احنا اتكلمنا عن فتحي عبد الوهاب وبصراحه مطلقه اعتذار ماجد المصري فات في ان فتحي عبد الوهاب يبقى موجود ويبقى بنفس القوه دي. بص احنا قاعدينه على المنصه انتوا يعني انسان ما شاء الله. بص ليه بص ماجد المصري نجم ما ننكرش وكان اختيارنا كان في الاول عشان يقفل معانا. خلي بالك احنا قفلنا، احنا دايما بنقفل. طب ما انت الجزء الاولاني قافلين ببيومي فؤاد، جه الجزء الثاني جه مين؟ كمال ابو ري، ما هو كان نفسه ابو الخير صح. فمش هنقول مين اللي هيعمل دور احسن ولا مين احسن، لا الاثنين كل واحد ليه طريقه هيعملها. ماجد عنده طريقه كان هيعملها بطريقه جامده جدا طبعا. استاذ فتحي ليه طريقه يعني مش عايزين نقول القاب، ماجد وفتحي دول اخواتي واصحابي، ده ليه طريقه في التمثيل تقنعك قوي وتخوفك، واحد تاني يعملها بطريقه وتخوفك جدا بابسط. يعني كل واحد ليه طريقه يعني. بس الظروف انا عذرت فيها ماجد لان ماجد كان ارتبط بحاجات كتير قوي وشغل. وسيبك بقى من كل ده، انا بشكر طبعا الاستاذ فتحي ان هو خد الموضوع بتحدي وجي، وده امر يعني طبيعي يعني.